في قلب صحراء مصر الشاسعة في سر من أسرار الحضارة المصرية القديمة محدش يعرف عنه حاجة. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. من آلاف السنين وقبل عصر الأسر وتاريخ مصر القديمة اللي نعرفه، كان في بوابة نجمية غامضة. البوابة دي كانت بتفتح طريق لعوالم تانية في الكون الفسيح، ومنها كانت بتيجي هجمات من كائنات فضائية. الكائنات دي كانت طمعانة في قوة أرض النيل وأسرارها اللي حيرت العالم. لكن أجدادنا الفراعنة ما كانوش ناس سهلة، وعرفوا الخطر اللي بيهدد وجودهم. أسسوا وحدة خاصة، وحدة سرية محدش سمع عنها في برديات أو نقوش. كان اسمهم حراس النجوم، 3 من أقوى وأشجع محاربين مصر. مهمتهم كانت واضحة: حماية أرض الكنانة من أي غزو فضائي جاي من البوابة النجمية. الحارس الأول كان راع حطب، العقل المدبر، خبير في علوم الفلك والأسرار الكونية